السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم ان شاء الله نوعين من المكرونه، مكرونه بالصوص الابيض ومكرونه بالصلصه. ان شاء الله طريقه سهله وهتعجبكم. تعالوا كده نشوف الخطوات مع بعض، سهله ان شاء الله. عندي صدر فراخ مكعبات، تمام. هغسله كويس وهخليه يصفى. بعد كده احط له معلقه صغيره 7 بهارات، ومعلقه كبيره فلفل اسمر، وشويه ملح. ما كترش الملح عشان في خطوه تانية لسه جايه. تمام كده بقى، هقلبها واركنها شويه. عندي بقى بصلتين كبار مقطعاهم وطماطمايه، وعندي فلفل حامي على بارد، وعندي نص حزمة بقدونس، وعندي زيتون. تقلب كده حلة مية على النار، حلة تكون قديمة هسلق فيها المكرونة. ايه نوع مكرونة انت بتحبيه؟ ماشي. هركنها بقى مع نفسها كده على جنب. هجيب بقى طاسة على النار، هحط فيها شوية زيت، وهنزل بنص الكمية بتاعة البصل. هاخد نص الكمية وهسيب نص الكمية التانية باقي الطريقة. تمام. هحط شوية فلفل اسمر عشان يدبل معايا بسرعة، يا دوب بس يدبل معايا، مش عايزاه يلون خالص. هجيب بقى نص كمية الفراخ وهنزل بيها كده. ادي كده نص الكمية متقطعة مكعبات، هشيل منها عشان كده كتيرة شوية. المهم هفضل اقلب فيها كده لغاية لما لونها يتغير خالص. ماشي. هحط معلقة توم، برضو لو مش عايز تحطي التوم ده ما تحطيش، يعني التوم ده اختياري. هحط الطماطمية متقطعة مكعبات، على شوية فلفل حامي على بارد، على شوية زيتون. البقدونس مش دلوقتي. معلقتين صلصة. هحط بقى نص مكعب ماري، عايز تحطي مكعب ماجي مفيش مشاكل. كوباية مية وشوية فلفل اسمر، وظبطي بقى ملحك. الطريقة دي كده هنا كده خلصت. دي اللي هي بالصوص الاحمر او بالصلصة. تمام. دي بقى خلاص هوركنها وهخش على الصوص الابيض على طول. اهو زي ما انتم شايفين كده، سهلة جدا وطعمها في منتهى الجمال. اهو شوية البقدونس اخر حاجة خالص، عند ما اجي اطلعها احط شوية بقدونس علشان ما يدبلش قوي. خلاص هي كده دي خلصت معايا. تمام. هنزل بقى بالطريقة التانية، برضو نص الكمية بصل موجودة عندي، برضو نفس الكلام هتبل البصل شوية. هنا مش هحط توم. فلفل اسمر، ونص الفراخ المكعبات معايا النص التاني. هو الصدر ده حوالي كيلو الا ربع، يعني انا قطعته مكعبات. تمام. ظبطت بقى الملح والفلفل الاسمر. هحط 3 معالق دقيق، هحمص الدقيق مع الفراخ شوية. نص مكعب المرقة التانية هحطه، اهو زي ما شايفين كده اتحمروا في قلب بعض. حوالي كوباية مية اهي لغاية ما تظبط معايا. شوية بقى فلفل اسمر كده، واظبط ملحي وكل حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين. خليها معاكي ايه، ما تكونش تقيلة ولا خفيفة. اهو. ايوه كده. عندي بقى نص كوباية كريمة، دي هحطها اخر حاجة لما اجي اطفي برضو. تمام. شوية الزيتون، شوية الفلفل الحامي على البارد، شوية البقدونس. برضو بعد ما طفيت كده خلاص خلصت كده. هجيب بقى هجيب المكرونة اللي هي اتسلقت واتغسلت، وهنا برضو نفس الكلام. هقلب بقى الاتنين، وكل حاجة تتقدم. كل واحد بقى يحب الصنف اللي يعجبه، اللي عايز بصلصة واللي عايز بصوص الأبيض. بصراحة ربنا في منتهى الجمال، وصوص الأبيض أحلى من الصلصة. زي ما انتم شايفين كده، حبيت بقدونس على الوش. يا رب أكون فدتكم معلومة كده بسيطة، والطريقة هتعجبكم إن شاء الله تجربوها. السلام عليكم ورحمة الله.